السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي، بإذن الله متابعين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة. كتاب جيم، كتاب بايبت، كتاب المعاصر، وكمان الكتاب المدرسي وكتاب التقييمات. إن شاء الله اللي يحب يتابع هتلاقوا كل حاجة موجودة على القناة ومترتبة في قوائم. بإذن الله ناخد مع بعض دلوقتي للأسبوع الثاني أو التقييم الأسبوع الثاني من كتاب التقييمات للصف الأول إعدادي. نحل مع بعض صفحات الكتاب، صفحة 8 و9 و10 و11 و12. وعندي هنا أول سؤال بيقول لي إيه؟ choose اختار. رقم 1 people who don't think about other people's needs، الناس اللي ما بتفكرش في احتياجات الناس التانية. or feelings، أو ما بتفكرش في مشاعرهم. are called، يعني ما بيفكروش لا في احتياجات أو مشاعر الآخرين. دول الناس اللي هم السيلفش، اللي هم الأنانيين. رقم 2 the middle son، الابن الأوسط. طبعا ده الجزء الخاص يا ولاد بالقصة، بيقول هنا الجزء الخاص بالقصة the middle son اللي هو الابن الأوسط. as the old man and walked away، عمل إيه للراجل الكبير في السن ومشي بعيد. طبعا laughed at، سخر منه وضحك عليه، يبقى laughed at ضحك عليه. The youngest son's heart، قلب الابن الأصغر was full of، كان مليء بإيه؟ مليء بكاينس يا ولاد. كاينس اللي هي الإيه؟ الطيبة، مليء بالإيه؟ بالطيبة. بعد كده بيقول لي read and write true or false، هنكتب صح أو خطأ. The middle son، الابن الأوسط was clever، كان ذكي but kind وطيب. لا false طبعا خطأ الكلام ده، false خطأ. رقم 2 the old man، الراجل الكبير في السن asked for food and money، طلب الطعام والمال. لا طبعا طلب الطعام والشراب، يبقى false خطأ. رقم 3 the father sent his sons، الأب أرسل أبنائه to the forest، للغابة to cut wood، عشان يقطعوا الأخشاب أو الحطب. طبعا الكلام ده يا ولاد ترو صحيح. رقم 4 the eldest son، اللي هو الابن الأكبر was kind and selfish، كان طيب عطوف وأناني، أو طيب وأناني. فولس خطأ، إزاي طيب وإزاي أناني. رقم 5 the eldest son، الابن الأكبر rudely، بوقاحة refused to help the old man، بوقاحة رفض إن هو يساعد الراجل الكبير في السن. الكلام ده مظبوط يا ولاد، ترو صحيح. بعد كده بيقول لي answer، أجيب the following questions على الأسئلة التالية. what did the eldest and the middle son call their youngest brother، يعني الابن الكبير والابن اللي هو الوسط دول كانوا بيسموا أخوهم الصغير إيه؟ طبعا they called him dumpling. they هم called him، كانوا بيسموه إيه؟ dumpling يا ولاد، dumpling. كانوا بيسموه ايه؟ dumpling. بعد كده بيقول لي هنا رقم 2 what did the old man ask for، يعني الراجل الكبير في السن ده طلب ايه؟ how did the eldest son react، وكان رد فعل الابن الأكبر ايه؟ طبعا هنقول هنا he asked for food and water، هو طلب المياه والأكل أو اللي هو الطعام والشراب. يبقى he asked، الراجل الكبير في السن ده asked طلب food الطعام and water والماء and water والايه والماء. طب وكان رد فعل الابن الكبير ايه؟ هنقول هنا the eldest son، الابن الأكبر the eldest son، الابن الأكبر rudely refused، رفض بوقاحة. rudely refused، رفض بوقاحة. نيجي للسؤال الثالث، بيقول لي هنا ايه؟ What do you think، ماذا تعتقد أو إيه رأيك في the middle son، الابن الأوسط. طبعا هنقول هو غير طيب، وكمان ضحك وسخر على الراجل اللي هو الكبير في السن. هنقول هنا he is unkind، يبقى he is هو شخص غير kind، غير إيه؟ غير طيب. because لأن
he laughed at هو سخر من he laughed at خلينا نكمل هنا he laughed at هو ضحك على أو سخر من إيه the old man الراجل الكبير في السن the old man الراجل الكبير في السن. يبقى دي كده إجابة الإيه والتكملة بتاعتها أهي للسؤال الإيه السؤال الثالث. شوف كده السؤال الرابع بيقول لي إيه Why do you think ليه بتعتقد the eldest son الابن الأكبر injured his hand ليه اتجرحت إيديه؟ طبعا because he was selfish لأنه كان أناني because لأن he was selfish إن هو كان selfish كان إيه؟ كان أناني and refused to help ورفض إن هو يساعد and refused to help ورفض إن هو يساعد مين the old man الراجل الكبير في السن the old man الراجل اللي هو الكبير في السن. بعد كده عندي على الدرس الخامس بيقول هنا choose اختر the opening of the world cup يعني افتتاح كأس الايه كأس العالم in قطر في قطر 2022 سنة 2022 was النقط event كان حدث ايه breathtaking يعني كان رائع. people write advice blogs الناس بتكتب اللي هي المدونات بتاعة النصائح to tell other people لإخبار الناس الآخرين how to do things ازاي ان هم يعملوا الأشياء in a نقط and respectfully way بطريقة محترمة وايه وكمان بطريقة تكون safe آمنة. عايزة صفة يبقى safe آمنة. رقم 3 all Egyptians كل المصريين should visit ينبغي عليهم ان هم يزوروا the Grand Egyptian Museum المتحف المصري القديم to learn about عشان يتعلموا عن the wisdom الحكمة of our ايه الحكمة من ايه من our ancestors من اسلافنا ومن اجدادنا. رقم 4 when we visit a museum لما بنزور متحف we have to نقط the monuments المفروض ان احنا نعمل ايه في المونيومنتس الآثار القديمة المفروض ان احنا respect نحترم يبقى to respect بعدها الايه المصدر نحترم بعدها في to المصدر. visiting the civilization museum زيارة متحف الحضارة give me the chance اداني الفرصة نقط the greatness of Egypt ان انا اعمل ايه لروعة مصر with my eyes بعناية طبعا ان انا اشهد على روعة مصر بعناية يبقى witness يعني يشهد. بعد كده السؤال الرايت قاعد الكتابة I think أعتقد museums المتاحف are very important بتكون مهمة جدا. عايزة أقول in my opinion في رأيي المتاحف بتكون إيه مهمة جدا يبقى in my opinion هبدأ بيها وأقول الجملة هي museums المتاحف بس هشيل بس I think يبقى in my opinion في رأيي in my opinion في رأيي أعمل كومة كده وأقول إيه museums المتاحف are بتكون إيه very important بتكون very important بتكون مهمة جدا. بعد كده رقم 2 بيقول لي his heart قلبه is full of kindness مليء ايه بالطيبة. عايزين نقول kind عايزين نقول هنا ايه عايزين نستخدم kind اللي هو طيب بقى مش طيبة. عايزة اقول الصفة نفسها عايزين نقول هو طيب جدا he is very kind يبقى he هو is very kind هو بيكون طيب جدا. رقم 3 I am very proud of our great history عايز يقول هنا أنا فخور جدا بتاريخنا الرائع يبقى عايزة أقول بقى pride اللي هو الفخر نفسه يبقى I take pride أنا بكون فخور in our great history I take pride
أنا take pride أنا فخور فخور بي in our great history in our great history وأكمل. رقم 4 my friend suggested يعني صديقي اقترح visiting بزيارة the Alexandria Library مكتبة الإسكندرية. عايز أقول advised عايز يقول هنا صديقي نصحني إن أنا أزور يبقى my friend advised me صديقي نصحني my friend صديقي advised me نصحني my friend advised me نصحني to وأكمل بقى to visit إن أنا أزور to visit إن أنا أزور وأكمل بقى ذا الكسندريا لايبراري مكتبة الإسكندرية. عايزنا أكتب تكست نص من 90 كلمة عن why we should visit ليه ينبغي إن إحنا نزور the Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير. ولما نتكلم عن المتحف المصري الكبير هنقول the Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير أول الاختصار بتاعه اللي هو GEM is a must visit place مكان يجب زيارته for everyone للجميع. It is the largest museum هو أكبر متحف in the world في العالم dedicated to a single civilization بيكون موجود يعني في مكان لحضارة واحدة. Visiting the GEM زيارة هذا المكان المتحف المصري القديم gives us the chance بيدينا الفرصة to witness إن احنا نشهد على the greatness عظمة of our ancestors أجدادنا and see the thousands of amazing artifacts وكمان نشوف الكثير أو الآلاف من التحف والقطع الأثرية المدهشة especially وخاصة King توت عنخ آمون the treasure وخاصة treasures كنوز الملك توت عنخ آمون. It is a breathtaking place مكان مذهل that mixes history بيخلط ما بين history with modern technology بيخلط التاريخ بالتكنولوجيا الحديثة. Visiting the museum زيارة المتحف helps us بتساعدنا learn about إن احنا نتعلم عن our heritage ثقافتنا and feel proud بنشعر بالفخر of our culture بثقافتنا. It is also a great way بيكون طريقة رائعة to support إن احنا ندعم tourism السياحة in our country في بلدنا. Everyone الجميع should go to see ينبغي أن يذهب لكي يرى this national symbol هذا الرمز الوطني. أولاد للتقييم الأسبوع الثاني وجروب A المجموعة الأولى بتاعتنا بيقول لي هنا جايب لي كلمات وهنوظفها داخل فراغات أو نقاط read and complete the text. masterpiece تحفة فنية rich غني breathtaking يعني رائع life الحياة يعني live يعني يعيش ولو life يبقى مباشر يعني lively. last week الأسبوع الماضي I watched أنا شاهدت the opening of GEM افتتاح المتحف المصري الكبير. it was a نقط event ده كان حدث breathtaking يعني حدث رائع جدا. I watched it أنا شاهدته نقط on TV عايز يقول أنا شاهدته مباشر يبقى لايف شاهدته كده لايف مباشر في التلفزيون. the whole event كل الحدث looked like بدأ وكأنه تحفة فنية masterpiece وكأنه تحفة فنية. through such events خلال كل الأحداث Egypt shows مصر بتعرض the world بتعرض للعالم how great the pharaohs قد الفراعنة كانوا رائعين وعظماء where and how نقط our history is وكمان قد التاريخ بتاعنا بيكون rich يعني غني. يبقى رقم 4 هنا rich. يبقى نراجع مع بعض يا ولاد. breathtaking رقم 1 life مباشر رقم 2 رقم 3 masterpiece تحفة فنية رقم 4 rich يعني غني. طيب جروب 2 المجموعة التانية برضه نفس السؤال هنستخدم الكلمات ونوظفها داخل النقاط. we are going to visit احنا هنزور the Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير next week الأسبوع القادم. I am sure we will see أنا متأكد إن إحنا هنشوف artifacts inside القطع الأثرية بالداخل. طبعا متأكد إن إحنا هنشوف قطع أثرية amazing مدهشة في الداخل. يبقى أول حاجة هنا هتبقى هتبقى amazing مدهشة. يبقى هنا رقم 1. لكن amazing الأخيرة دي يا ولاد بمعنى مندهش للشخص نفسه. رقم
اتنين أو بعد كده بيقول لي we will نحن سوف نؤذ the beauty of our beloved country. عايز يقول يعني احنا هنعمل ايه أو سوف ايه لجمال بلدنا الحبيبة through the eyes من خلال عينينا of tourism أو من خلال عيون الايه السياح. يبقى احنا هنشهد أو هنشوف جمال بلدنا في عيون السياح. يبقى جمال بلدنا يبقى we will witness هنشهد أو هنشوف بعيننا كده جمال بلدنا في عيون السياح وهم مبسوطين بالحاجة دي. بعد كده بيقول لي ايه guides المرشدين النقط ومين كمان help the visitors بيساعدوا السياح learn about our great history إن هم يتعلموا عن تاريخنا الرائع. يبقى المرشدين ومين وhistorians اللي هم المؤرخين. يبقى رقم 3 historians المؤرخين بيساعدوا السياح إن هم يتعلموا عن تاريخنا الرائع. the place المكان is very modern and حديث جدا وكمان ايه powerful يعني مليان كده بالطاقة. يبقى رقم 4 power ايه powerful. جروب سي بيقول لي هنا بيقول لي ايه برضه نفس الحكايه read and complete the text. respect يحترم preserve يحفظ proud فخور wisdom الحكمه pride اللي هو الفخر نفسه. بيقول لي visiting the Grand Egyptian Museum زياره المتحف المصري الكبير is a very amazing experience تجربه حياتيه بتكون مدهشه جدا. it fills every Egyptian بتملأ كل مصر with ايه بpride بالفخر. بتملأ كل مصر بpride بالايه بالفخر. when we go لما بنروح هناك we must ايه هل يجب ان احنا نساعد في ايه our heritage في preserve ان احنا نحمي ونحافظ على التراث بتاعنا. by following عن طريق اتباع the rules القواعد we must يجب علينا نقط the monuments ان احنا نعمل ايه في الآثار ان احنا respect يعني نحترم. يبقى رقم 3 respect نحترم الآثار. a good visit shows عايز يقول لي هنا ايه الزيارة الجيدة دي بتعرض أو بتظهر the نقط of our ancestors إيه لأجدادنا and keeps their history وبتحافظ على تاريخهم alive على قيد الحياة أو ينبت بالحياة مرة تانية. يبقى a good visit الزيارة الجيدة shows بتظهر حكمة أجدادنا. يبقى wisdom of our ancestor wisdom رقم 4 wisdom حكمة إيه حكمة أجدادنا. بعد كده ناخد بقى يا ولاد مراجعة على اليونت بتاعتنا يونت 7 بيقول لي complete أكمل. بيقول لي هاني and فادي هاني وفادي are talking about بيتكلموا عن اونلاين جيمز الألعاب اللي هي عبر الإنترنت. هاني وفادي هاني بيقول what are you doing فادي بتعمل ايه فادي قال له I am doing my نقط I always do it after school أنا عايز أقول أنا بعملها بعد المدرسة. تمام. يبقى هنا قال له مي تو انا كمان افتر بعد اي فينيش بعد ما بخلص الهوم ورك بتاعي اي يوجوالي عاده بلاي اونلاين جيمز بلعب الالعاب عبر الانترنت. do you enjoy playing نقط عايز يقول لي يبقى انا بعمل ايه بعمل واجب المنزلي. يبقى فادي بيقول له I am doing my homework انا بعمل الهوم ورك بتاعي. عرفنا منين لان هاني كمان بيقول له انا كمان بعد ما بعمل واجب المنزلي بروح العب ايه او بلعب الالعاب اللي هي اونلاين عبر الانترنت. يبقى my homework واجب المنزلي homework بعمل الهوم ورك بتاعي. فهنا قال له هو انت كمان بتستمتع بلعب اونلاين جيمز اللي هي الالعاب اللي هي عبر الانترنت او ممكن نقول جيمز وخلاص اللي هي الالعاب اونلاين جيمز. اللي هي الالعاب اللي هي بتكون عبر الانترنت. انت كمان بتستمتع بالالعاب اللي هي عبر الانترنت. قال له yes I love them انا بحبها I always use my smartphone بستخدم الهاتف الذكي بتاعي to play games عشان العب الالعاب اونلاين عبر الانترنت. هاني بيقول له who did او who do you play with بتلعب مع مين. قال له انا بلعب مع my cousin I play with my cousin انا بلعب مع مين مع ابن عمي. فادي قال له هنا انا بلعب مع ابن عمي. هنا بيقول له how much نقط do you spend playing online games عايز يقول له الوقت قد ايه اللي انت بتقضيه في لعب الالعاب عبر الانترنت. يبقى how much time قد ايه الايه التايم اللي هو الوقت اللي انت بتقضيه في لعب الالعاب عبر الانترنت. قال له I spend around انا بقضي حوالي ايه لسه ما عرفناش. قال له only an hour فقط ساعة واحدة. يبقى هنا هيقول له ايه an hour ساعة واحدة an hour ساعة واحدة أنا بقضي إيه ساعة واحدة. فقال له ساعة واحدة I sometimes أنا أحيانا play for 3 hours بلعب لمدة 3 ساعات. فده قال له you shouldn't spend too much time يعني المفروض ما تضيعش أو ما تقضيش وقت كتير أكتر من اللازم playing games في لعب الألعاب. هنا قال له you are right أنت على حق.
نيجي بعد كده عندي كلمات وهنوظفها داخل الفراغات أو النقاط اللي عندنا. quietly بهدوء، pride الفخر، wisdom الحكمة، proud يعني فخور، preserve يعني يحمي. يقول لي visiting the Grand Egyptian Museum، زيارة المتحف المصري الكبير is a breathtaking experience، تجربة رائعة that fills every Egyptian، بتملأ كل مصري with إيه؟ with pride بالفخر. يبقى رقم واحد هنا pride اللي هو الإيه؟ الفخر. pride اللي هو الإيه؟ الفخر. رقم واحد pride الفخر. يبقى عندي أول حاجة هنا pride الإيه؟ الفخر. when you go you must follow the rules، لما تذهب المفروض بتتبع الإيه؟ القواعد to help نقط our heritage، عشان إن أنت تعمل إيه لأور heritage اللي تراثنا. طبعا إن أنت تساعد في حماية تراثنا، يبقى help preserve بتساعد في حماية تراثنا، يبقى preserve في رقم 2. بعد كده بيقول لي you must respect، يجب ان انت تحترم the real mummies المومياوات الملكية and other monuments والآثار الأخرى. you must يجب ألا touch anything تلمس أي شيء and you should speak يجب أن تتكلم إيه أو تتحدث quietly بهدوء. You have to book your ticket، يا كمان لازم تحجز التذكرة بتاعتك but you don't have to bring guide، انت مش محتاج يكون معاك مرشد سياحي because information لأن المعلومات is everywhere بتكون متوفرة وموجودة في كل مكان. You shouldn't ينبغي ألا block the halls، إن انت تحجز أو تحجب الصلاة أو تسد كده الصلاة على المرة الناس اللي رايحة وجاية which are often اللي بتكون غالبا lined with ممتلئة ب visitors الزوار. A good visit shows يعني الزيارة الجيدة تظهر the نقط of our ancestors بتظهر the wisdom حكمة أجدادنا and keep their history وتحافظ على تاريخهم alive على قيد الحياة أو بتجعل تاريخهم ينبض بالحياة. بعد كده بيقول لي هنا فقرة بقى ونجاوب على الأسئلة بتاعتها. بيقول لي last month الشهر الماضي عمر faced a difficult decision، عمر واجه قرار صعب. his basketball team فريق كرة السلة بتاعه had a very important final match، عايز يقول يعني كان عنده مباراة نهائية لكرة القدم on the same day وفي نفس اليوم as his family's trip to visit his sick grandmother، يعني كمان عيلته في نفس الوقت ده وفي نفس اليوم كانت عايزة تزور جدته اللي هي المريضة. عمر loved basketball، عمر كان بيحب كرة السلة and didn't want to miss the final وما كانش عايز يفوته النهائي but he also لكن كذلك loved his grandmother كان بيحب جدته and you عارف أو كان بيعرف it was important to be with his family إن هو يكون مهم جدا يكون مع عيلته أو يروح مع عيلته يزور جدته. He felt very confused، حس إن هو مرتبك جدا. He decided to ask his coach، يعني هو قرر خلاص إنه يسأل المدرب بتاعه for advice أو يسأل المدرب بتاعه. هنا بقى ask for يعني يطلب النصيحة من الكوتش بتاعه أو المدرب بتاعه. His coach told him، المدرب بتاعه قال له إيه sometimes أحيانا in life في الحياة you have to choose من الضروري إن أنت تختار what is truly important إيه اللي هو مهم حقيقي. think about the long term consequence، عايز يقول لي هنا إيه and bold، عايز يقول لي هنا بيقول لي هنا think about the long term consequence اللي هو التسلسل and bold واللي هو مكتوب بخط عريض. عمر ثود يعني عايز يقول يعني فكر في الحاجات اللي هي بتكون ايه ضرورية جدا وبتكون هي الأهم. عمر thought about this، عمر فكر بشأن الموضوع ده. he knew عرف that if he missed the match، لكن لو إن هو بقى لو فاتته المباراة his team might lose إن الفريق بتاعه ممكن يخسر. but if he missed the family visit، لكن لو هو بقى فاتته أو فاته الزيارة بتاعت العيلة لجدته المريضة he would regret it deeply، هيندم على حاجة زي كده بإيه بعمق أو بشدة. he made the responsible choice، يعني كده هو اتخذ القرار المسؤول and went with his family وراح مع عيلته. his grandmother جدته was very happy كانت سعيدة جدا to see him إن هي شافته. when he returned his teammates زملائه بقى في الفريق understood فهموا his decision القرار اللي هو اتخذه. they were proud of him وكانوا فخورين بيه for being caring person بإن هو شخص مهتم بالإيه أو بإنه يعني إن هو كان مهتم بالشخص ده اللي هي جدته بكونه شخص إيه مهتم، يعني احترموا رغبته وقراره بأن هو شخص مهتم بالأسرة وبالعيلة.
بعد كده بيقول لي the main idea الفكرة الأساسية للنص بتاعنا. الفكرة الأساسية للنص ده بيتكلمنا عن إيه؟ طبعا بيتكلمنا عن اتخاذ القرار المسؤول، يبقى making responsible choice اتخاذ القرار المسؤول. رقم 2 the underline word اللي هو consequences اللي هي الإيه؟ التسلسل. معناها إيه؟ result اللي هي الإيه؟ النتائج بقى يا ولاد. النتائج consequences اللي هي الإيه؟ النتائج. هياها العواقب، يعني consequences اللي هي العواقب، هياها إيه؟ results اللي هي الإيه؟ النتائج. بعد كده رقم 3 هو helped عمر، مين ساعد عمر with his choice في اختياره؟ طبعا المدرب بتاعه هو اللي ساعده في حاجة زي كده، يبقى his coach المدرب بتاعه. his coach المدرب بتاعه his coach. رقم 4 what does the underlying pronoun him refer to؟ احنا قلنا الضمير him بيشير لمين؟ بيشير إلى عمر. رقم 5 بيقول لي why do you think عمر's teammates were proud of him؟ في رأيك بقى ليه فريق عمر أو زملائه في الفريق كانوا فخورين بيه؟ طبعا because he is a caring person كان شخص مهتم. because لأن he is لأن هو بيكون a caring person شخص مهتم يعني بعيلته وأسرته. a caring person. ممكن بقى نكمل نقول جعل المسؤولية أو اتخذ القرار المسؤول إن هو يكون مع جدته المريضة. ممكن بس نقول كده because he is a caring person لأن هو شخص caring شخص مهتم. بعد كده تشوز اختر something شيء ما which is extremely beautiful الشيء اللي هو الجميل جدا احنا بنسميه طبعا magnificent اللي هو الرائع. magnificent اللي هو الرائع. The Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير is a نقط of national pride بيكون للفخر القومي، رمز للفخر القومي. رمز يعني يعني symbol رمز. رقم 3 our archaeologists علماء الآثار بتوعنا work very hard عملوا بجد to نقط our ancient artifacts عشان يعملوا القطع الأثرية بتاعتنا، طبعا عشان restore إن هم يرمموها ويستعيدوها مرة تانية. The word كلمات magnificent رائع is the synonym of هي المرادف من هياها breathtaking برضو بمعنى رائع. بعد كده على الستوري بتاعتنا القصة بيقول لي true or false صح أو خطأ. the youngest أصغر son ابن refused to share his bread with the old man رفض إن هو يشارك طعامه مع راجل كبير في السن، طبعا الكلام ده false خطأ. رقم 2 the middle son الابن الأوسط loved at the old man سخر وضحك على الراجل الكبير، ده طبعا true صحيح. بعد كده بيقول لي what happened ايه اللي حصل to the eldest son للابن الكبير، ايه اللي حصل له؟ طبعا his axe slipped يعني الفاس انزلقت من ايديه and he injured his hand وأصيب في ايده، يبقى هنقول هنا his axe الفأس بتاعته his axe الفأس بتاعته slipped انزلقت and he injured وهو أصيب في his hand في إيده his hand في إيده. بعد كده رقم 2 what did the eldest and the middle sons think Dumpling would do؟ هم بقى اعتقدوا ان Dumpling هيعمل ايه؟ طبعا اعتقدوا ان هو مش هينجح، يبقى they thought he couldn't succeed. they thought يعني هم اعتقدوا he couldn't ان هو ما كانش هيقدر he couldn't succeed ان هو ما كانش يقدر ان هو ينجح، اعتقد ان هو مش هيقدر ينجح.
بعد كده سؤال rewrite يا ولاد، ورقم 1 I advise you، أنا بنصحك to help your mom، إنك تساعد مامتك at home في الإيه؟ في البيت. عايز نستخدم should بيجي لي بعدها المصدر اللي هو help، يبقى you should وبعد كده بكمل help your mom. you should help your mom. you should ينبغي عليك help your mom، انت تساعد مامتك at home في البيت. رقم 2 it isn't allowed to eat in the school library، مش مسموح انك تاكل في مكتبة المدرسة، يبقى mustn't بيجي بعدها المصدر، هشيل كل اللي قبل المصدر واجيب الفعل اللي هو you، يبقى you mustn't والمصدر eat، يبقى you mustn't eat. يعني هنا ايه؟ you mustn't eat يجب ألا تأكل in the school library، in the school library، وأكمل in the school library في مكتبة المدرسة. رقم 3 students الطلاب have to ضروري إن هم يرتدوا their uniform الزي بتاعهم every day كل يوم. عايزة أقول هنا necessary يعني ضروري، طبعا هنجيبها على بعضها it is necessary for، وبعد كده أجيب الإيه الفعل اللي عندي students. it is necessary for students، يبقى ضروري جدا بالنسبة للإيه للطلاب. it is necessary for students. it is necessary for students، مهم جدا بالنسبة للطلاب. وأكمل بقى to والمصدر to wear إن هم يلبسوا، to wear إن هم يلبسوا، أكمل اللي هو يلبسوا الزي بتاعهم يعني. رقم 4 it isn't useful مش مفيد for children للأطفال to eat إن هم ياكلوا a lot of sweets كتير من كتير من الحلوى. عايزة أستخدم shouldn't بيجي لي بعدها المصدر اللي هو eat، كل ده هشيله، ولكن الفعل اللي عندي اللي هو بعده for children، يبقى children الأطفال shouldn't وبعد كده المصدر children shouldn't eat. children الأطفال shouldn't eat ينبغي ألا يتناولوا a lot of sweets كتير من الحلوى. بعد كده بيقول له write a paragraph اكتب فقرة of 90 words من 90 كلمة عن a visit زيارة to the Grand Egyptian Museum، زيارة زيارة للمتحف المصري. نشوف كده مع بعض. يقول هنا يا ولاد the Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير اللي هو اختصاره GEM is a must visit من الضروري زيارته، مكان ضروري زيارته يعني for everyone بالنسبة للجميع. it is the largest museum هو بيكون أكبر متحف in the world في العالم dedicated to a single civilization لحضارة واحدة. visiting the GEM زيارة المتحف المصري الكبير gives us بتدينا the chance الفرصة to witness the greatness إن احنا نشهد على روعة of our ancestors أجدادنا and see thousands of amazing artifacts وكمان نشوف الآلاف من القطع الأثرية المدهشة especially وخاصة King توت عنخ آمون's treasures خاصة كنوز الملك توت عنخ آمون. it is a breathtaking place مكان رائع that makes history بيخلط التاريخ with modern technology بالتكنولوجيا الحديثة. visiting the museum زيارة المتحف helps us بتساعدنا learn about our heritage إن احنا نتعلم عن تراثنا and feel proud ونشعر بالفخر of our culture لثقافتنا. it is also وكمان بيكون a great way طريقة رائعة to support tourism إن احنا ندعم السياحة in our country ندعم السياحة في بلدنا. everyone should الجميع ينبغي go to see إن هو يشوف أو يذهب لرؤية this national symbol هذا الرمز الوطني. بعد كده حبايبي خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا، يا رب ينول إعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد،
ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.